بالنسبه للمقابله نتاع الغد ان شاء الله احنا رانا مع المنتخب المغربي رايحين نشجعوا، بصح المقابله ما راحش تكون سهله، راح تكون صعبه بطبيعه الحال، تلعب على جزئيات صغيره. شفنا مستوى عالي بالنسبه للمنتخب البرتغالي اللي فاز يعني بنتيجه تاريخيه 6-1، هذه راح تحفزهم اكثر، وراح نشوفوا منتخب مغربي اكيد هو طموح مشروع، هي الاهداف تاع المدرب الركراكي بطبيعه الحال راهو حقه، دوك راهو في الدور ربع النهائي، نتيجه تاريخيه راح يحاول يحافظ عليها، والطموح مشروع بطبيعه الحال. بالنسبه لمباراه الغد ان شاء الله رانا مع المنتخب المغربي بطبيعه. على حسب المعطيات اللي كاين في اللقاء انا نرشح الفريق البرتغالي. نشجع الفريق المغربي الفريق البرتغالي. نشجع بطبيعه الحال كعربي كمسلم نشجع الفريق المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كعرب وكمسلمين وجار للمغرب احنا نساندوا يعني بكل قوة الفريق المغربي، إلا أن أظن بأن الفريق البرتغالي أقوى. أنا أرشح البرتغال. أنا بدوري يعني نرى المقابلة صعبة، لكن أرشح يعني المغرب، لأن المغرب اكتسب ثقة كبيرة يعني عند فوزها على إسبانيا، ونتمنى يدخلوا بعقلية الفوز وما يستصغروش رواحهم، لأنه فريق كبير وممتاز. أنا أرشح المغرب. المنتخب المغربي بحكم اللغة والدين. أنا نرشح المنتخب العربي. الفريق المغربي الفريق المغربي للفوز. نرشحه للفوز. أشجع الفريق المغربي، فرحنا بالمستوى الباهر اللي فات، ولكن المقابلة حاليا تاع الغد تكون صعيبة نعطيهم كما نقولوا 50-50 لفريق المغرب وفريق البرتغال، ولكن ان شاء الله نتمنوا فريقنا الشقيق يفوز، المغربي يفوز بالمقابله، وثانيا الفريق العربي الوحيد اللي بقى وساندوه حتى اللحظه، وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله المقابلات تكون بامتياز وبروح رياضيه عاليه، ومقابله تكون شيقه ان شاء الله. بالتاكيد راح نكونوا مع اخواننا المغاربه، نتمنوا لهم الفوز في هذه المقابله والتاهل للدور القادم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. بطبيعه الحال نشجع الفريق المغربي، نساندوا الفريق المغربي، وان شاء الله ماذا بينا يفوز يربح. نتمنوا ان شاء الله المنتخب المغربي بالفوز ان شاء الله. وكما ذكروا حنا ندعموا، حنا رانا مسلمين ورانا عرب ورانا اخوه، ندعموا المغرب العربي. في الحقيقه نشجعوا المنتخب المغربي بكل وضوح ضد عربي ومسلم وقدم دوره كبيره في هذا هو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قضيه تشجيع لا جدال ولا نقاش فيها، لاننا شعب واحد يربطنا التاريخ والانتماء والجذور وكل الاشياء الجميله. بطبيعه الحال انا مع المنتخب المغربي، اتمنى الفوز، لكن من الناحيه التقنيه تكون صعبه. مقابله بالنسبه كما نشوف انا متكافئه الفرص ومتوازنه، لانه لاعبين محترفين يلعبوا على مستوى عالي في المنتخبين، فنعطي 50-50 للفريقين انا. اما العواطف شيء اخر، انا مع المنتخب المغربي، نتمنى له الفوز ويروح لابعد نقطه ممكنه ان شاء الله. شكون اللاعب اللي تحبوا؟ محرز. وعموره تحبوا عموره؟ وشكون اللي ترشح غدوه باش اللي يربح، المنتخب المغربي ولا المنتخب البرتغالي؟ برتغالي. شحال يربحوا؟ 2-0. أنا نشجع الرياضة، نشجع كرة القدم بصفة عامة، أما فيما يخص الترشيح ممكن جدا نرشح البرتغال على أساس النجوم والخبرة. نعم. نشجعوا بين الفريق العربي الإسلامي المغرب. الفريق اللي يشجع غدا؟ البرتغال. لماذا شجع الفريق البرتغالي؟ عندها النجوم. وعلى ما شجعت الفريق العربي تاعه؟ لأن عنده كريستيانو رونالدو عنده النجوم. تسمى انت تشوف باللي الفريق البرتغالي هو اللي راه يفوز. وفي النهائي شكون تشوف اللي راه يوصل النهائي؟ البرازيل والبرتغال. وشكون اللي يفوز بالكاس العالم؟ البرازيل.
تلعب المغرب والبرتغال، شكون تشجع البرتغال ولا المغرب؟ شكون تحب؟ المغرب. تحب المغرب لانه بلد عربي يا اخي. وشكون في النهايه تشوفوا يدي الكاس؟ شكون يدي الكاس؟ البرازيل ولا الارجنتين ولا المغرب؟ المغرب. المغرب ان شاء الله. بالك تكون فيها خير ان شاء الله. يعطيك الصحه. بطبيعة الحال نشجعوا جيراننا، نشجعوا الفريق المغربي ان شاء الله، نتمنى له يفوز لانه ادى شغل باركور مليح، تصدر المجموعه نتاعو وفاز على فريق يعني من اعرق الفرق الاوروبيه اللي هو اسبانيا اللي فاز بكاس العالم في 2010. دونك يستاهل ان شاء الله، نتمنى له الفوز ان شاء الله. السنة الأولى جيت هنا تفرج المقابله. إيه. غدوه تلعب المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي، مع من تضرب؟ مع المغرب ولا مع البرتغال ولا مع المغرب؟ مع المغرب. مع المغرب. وشكون ليكيب اللي كيتحبها؟ ليكيب اللي كيتحبها؟ المغرب ان شاء الله تديها صحيت. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على ما اظن ارشح الفريق البرتغالي لانه فريق قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. المغرب خوتنا سيدي ميزيلمون كيما احنا. انا ما نكذبش عليك، نشجع المغرب. الماتش ده صح صعيب. البرتغال فريق قوي يا ابن عمي. شفناه مع كوريا الجنوبيه، مع الاخر دارني ماتش ديالو مع لا سويس. فريق قوي يا ابن عمي، وبلا رونالدو قوي. بلا هذاك رومبلاسون تاعو بدون نجم هذاك وهذاك الاحتياط نتاعو مركا 3 اهداف وصغير 23 سنه. نقدرش نقول لك انا نشجع المغرب والحظ 50-50 ما نكذبش عليك. 50 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم. فيما يخص المقابلة نتاع الغد، بغض النظر عن الأمور السياسية والأمور الرياضية، احنا نروحها من الناحية الرياضية. أنا على حسب ما أظن فريق المغرب ما راحش يقاوم بالمقاومة اللي قاومها في المقابلة الأخيرة، وهذا اللي أظن الاسترجاع يكون صعب جدا. وبكل صراحة أرشح فريق البرتغال. الفريق المغربي. وتشجع الفريق المغربي؟ نشجع الفريق المغربي. نشجع الفريق المغربي كما قال لك الاخ جمال، انه وطن عربي وماذا بينا تفوز المغرب. ومعنا يحيى السنه الاولى متوسط، الله يبارك بالنجاح ان شاء الله. غدا المقابله تجمع بين فريق عربي اسلامي، الفريق المغربي ضد الفريق البرتغالي. شكون الفريق اللي تشجعوا غدا؟ الفريق المغربي ام الفريق البرتغالي؟ الفريق اللي تشجع غدوه الفريق البرتغالي ام الفريق المغربي؟ المغربي. لماذا؟ لانه عربي. اسلامي. غدوه تلعب البرتغال والمغرب، من اللي تربح؟ المغرب. صحيت. وشكون تديها، البرازيل ولا المغرب؟ المغرب. صحيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بالنسبة للمونديال، يعني مونديال قطر أبهرنا بتنظيمه وبنتائجه من حيث الجانب الفني والتنظيمي، حتى من جانب النتائج. بالنسبة للفريق المغربي، بكل صراحة أنا واحد من الناس اللي يشجع الفريق المغربي، لأنه مهما كان يعتبر تشريفه للكرة العربية والإفريقية. هذا من الجانب الأول. من الجانب الثاني المدرب نتاعهم كان عنده حنكة واستطاع أن يقف أمام المنتخب الأقوى من جانب التيكي تاكا. بطبيعة الحال السلام عليكم. نشجع حيبين إن شاء الله الفريق المغربي الشقيق، وبإذن الله تعالى الفوز. النتيجة ممكن 2-1 ولا 1-1 ضربة ترجيح. نرشح المنتخب المغربي بطبيعة الحال، لأنهم أشقاؤنا العرب ومسلمين على أي حال. ونشوف المنتخب البرتغالي خصم لا يستهان به، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين مثل لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا وجو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد. بسم الله الرحمن الرحيم.
على كل حال الشعب الجزائري كامل يوقف مع الشقيق الفريق المغربي، لانه فريق عربي الوحيد اللي تاهل للربع النهائي. الشعوب العربيه نعتقد بان الشعوب العربيه والاسلاميه راح تساند الفريق المغربي الشقيق، وحنا ماذا بينا شرف كبير بانه ان الفريق المغربي عنده لاعبين اقوياء، لاعبين يلعبوا في مختلف البطولات الاوروبيه، وكذلك المنتخب المحلي يعني في الفرق المحليه. ولكن فريق منظم، فريق كبير، عنده لاعبين ممتازين، حارس ممتاز. احنا كامل الشعب الجزائري كامل راح نساند الفريق المغربي ان شاء الله.